ازيكم؟ عايزكم تتخيلوا طفل نازل من بطن امه وماسك في ايده شريط انتي ديبريسنت، مضادات اكتئاب او مود ستابلايزر. طبعا المنظر غريب، وغالبا المنظر ده ما بيحصلش في الحقيقة. بس الحقيقة ان دلوقتي ناس كتير قوي ابتدت تتعامل مع مضادات الاكتئاب والمود ستابلايزرز ان هي حاجة حقيقة لازم نتعامل معاها، ان كل الناس المفروض انها تاخد مضادات اكتئاب، وكل الناس المفروض انها عادي ان هي يبقى عندها مشاكل في المود بتاعها وتاخد له ادوية. للأسف جزء كبير قوي من الثقافة بتاعتنا اللي احنا خدناها من دول تانية من ضمنها أمريكا طبعا، هي إن عادي إن الناس كلها تكتئب، وطالما في اكتئاب يبقى الحل إيه؟ مش إن احنا نشتغل على أسباب الاكتئاب، الحل إن احنا ناخد له أدوية أو ناخد له حاجة. عشان طبعا في ناس بتلجأ لأن هي تشرب، ناس بتلجأ إن هي تاخد مخدرات. هو كل الموضوع في النهاية هو إن أنا بحاول أتوه نفسي عشان أنسى المشاكل اللي عندي. مضادات الاكتئاب والمود ستابلايزرز ارتفع استخدامها في العالم في آخر 30 سنة 16 مرة. 16 مرة ده رقم مخيف. ف والناس دلوقتي بقت بتتعامل مع الموضوع ان هو حاجة عادية، ان منطقي جدا ان انا لو عندي مشاكل رحت للدكتور، الدكتور قال لي ان عندك مشكلة، المشكلة دي ليها علاقة بطريقة مثلا بان انا حالة نفسية، فراح كتب لي مضاد اكتئاب. فمعظم الناس بتشتغل على المشاكل اللي عندها من خلال انها تاخد لها حاجة عشان بشكل او باخر تغير المود بتاعها. بس هو ايه اللي خلى المود بتاعها يبوظ؟ هي دي المشكلة. ايه اللي خلى الناس تفكر او تكتئب؟ معظم الناس للأسف ما بتشوفش الأسباب أو ما بتحاولش تدور في الأسباب بتاعة المشاكل اللي عندها، وبتلجأ للحل الأسهل اللي هو مضادات الاكتئاب. طبعا في consequences، في يعني حاجات بتحصل نتيجة للموضوع ده. طبعا مضادات الاكتئاب على قد ما هي ساعات بتبقى مفيدة في أحيان معينة، إنما فكرة إن أنا آخد مضادات اكتئاب عشان خاطر أنا عندي مشكلة في أي وقت وفي أي مكان، دي حاجة يعني في رأيي إنها تهريج. والمشكلة الأكبر هو فكرة إن في ناس دلوقتي ناس بقت بتاخد كل شوية كوكتيل. يعني سمعت أكتر من حد بيقول إن هو كل شهرين ثلاثة بيروح ضارب له شوية مضادات اكتئاب، شوية كوكتيل كده عشان المود بتاعه يتظبط ويفضل قاعد بالمود ده شوية. طبعا دي مش الحياة، وده مش هو السبب اللي ربنا خلقنا عشانه. فلو انت عندك مشاكل، او لو انت حاسس ان في مشاكل في حياتك والمشاكل دي مأثرة عليك سواء نفسيا او جسديا، فالحل مش ان انا ألجأ على طول مضادات الاكتئاب. الحل ان انا اشوف المشاكل دي جاية منين. روح لحد، اتكلم مع حد، روح لثيرابيست، روح لكوتش، تعامل مع حد، روح لسايكاتريست. بس قبل ما يكتب لك مضاد اكتئاب قول له انا مش عايز، مش جاي عشان اخد ادويه، واشتغل على الاساس بتاع المشكله. في الشغل بتاعي اللي انا اتكلمت فيه كتير، جزء كبير من الاكتئاب بيبقى جاي بسبب كبير ليه علاقه بالعلاقه مع الاب والام. لو فيها مشاكل الناس بتبقى عرضه للاكتئاب اكتر من غيرها. والسبب التاني الكبير برضه هو بيبقى فقدان شخص عزيز، وانا ما قدرتش اعمل جريفنج مظبوط، ما قدرتش اعمل ال- الحاله او العمليه بتاعه الحزن، ان انا اتعامل مع الفقدان ده بشكل مناسب. لو انت عندك مشكله او لو انت عندك مشكله، بدل ما تدوروا على مضادات اكتئاب وتاخدوها، آه شوفوا الحلول، شوفوا الاساس. لان اللي بيخلي الجسم يبوظ واللي بيخلي المود يبوظ هو طريقه العقل في التعامل مع المشاكل دي. إن يكون في مشاكل معينة وأنا مش قادر أتعامل معاها بشكل مناسب. لأني الحقيقة مشاكل مضادات الاكتئاب ومشاكل المود ستابلايزرز كتيرة جدا، غير بقى مشاكل ليها علاقة بإن هي eventually بتخلي الواحد يتعود عليها، فما يبقى الحياة من غيرها بتبقى صعبة. الحاجة التانية بتأثر في المود، فبتخلي الواحد decision making process عنده قدرته على اتخاذ القرار فيها مشاكل. الحاجة التالتة طبعا بتأثر على القدرة الجنسية بشكل كبير وخصوصا عند الرجالة. حاجات كتيرة. ولو انتوا جبتوا اي مضادات اكتئاب وبصيتوا على الاعراض الجانبيه بتاعتها هتلاقوا كل الليسته دي موجوده. فقبل ما تجروا دوروا على مضادات اكتئاب، حاولوا ان انتوا تشوفوا ايه السبب الاكتئاب ده، حاولوا تشتغلوا عليه.